الامن كله مستتب يا عمده، وانا في خدمتك يا عمده. خليك جنبي اليومين دول يا مبروك وما تسيبنيش. انا في ظهرك يا عمده. بصوا بقى يا رجال، البير ده بتاعي وبتاع جدودي، وانا لا يمكن افرط في البير ده ابدا لو على جثتي. يا حضرة العمدة غباشي ليه حق في البير ده. وبعدين يا عمده البير جاي في نص الارض، نص الارض بتاعتك فيها نص البير، ونص الارض بتاعته فيها نص البير، يبقى انت ازاي عايز تاخد البير كله؟ وبالورقه وبالمستندات غباشي معاه حق. وانت يا حضرة العمدة مزودها مع غباشي قوي. اسمع يا نطع منك لوب، انت قلت ارض قلت حاضر، انما بير العسل لا، لو على جثتي ده بتاعي وبتاع جدودي، لو هروح فداء. وانا فداك يا عمده وفي ظهرك. مالك يا شوق عامله مندبه ليه يا حبيبتي؟ الحل ايه يا مرات ابويا؟ العمده عايز ياخد بير العسل من ابويا، واحنا دلوقتي نعمل ايه؟ ما تخافيش يا بنتي يا شوق، ما يقدرش حد ياخد بير العسل من ابوكي، ده ابوكي صحيح طيب وصغنن وكده بس داهيه. عارفه والله يا صابرين، لكن ده العمده. عارفه يا بنتي يا شوق، هو يعني يا اختي بيقطع رقاب؟ ما البلد فيها قانون. عندك حق يا صابرين، ده انا ابويا في الحق مفيش زيه. منورين رجاله في قهوه الصحافه بتاعت المعلم عمرو، منورين. ده دورك يا عم غباشي. ازيك يا نمر؟ الحمد لله عنه ماشي ونعلن أن نوح علينا ونروح أنا من الملك قلنا من أهلي شايلك اللي عاوزها يا نمر. واحد من المغن على المغنى من فوق. طب نخبي الألف فين؟ على الفرن. تحت الفرن؟ أيوه. شايلك اللي عاوزها. لأن عاوزة ماشي أخر اثنين مع الناس قلنا مع الناس قلنا. يا حبيبي يا نمر بتحبني؟ ماشي عارفين المراد ابني. ماشي. عليا ليه؟ طيب. يا غباشي البير اللي ربنا انعم علينا بيه يحصل فيه مشاكل كده؟ يا غباشي اتفاهم مع العمده، خلينا نخلص من الليله دي. يا غباشي عايزين نشغل المصنع ونسنطر ميه للعالم. هنعمل زي البطانطين دي يبقى مش هنعمل حاجه، عايزين نشتغل. حاضر يا رجالي، المصنع يشتغل ما تقلقوش. أنا على هنا غنى على نافي لما راح من الليالي. لا بقول لك ايه، مش انا شغلتك مع المعلم عمرو في الصحافه؟ لا هو شغال على دماغك، على شغل على الماشي على نافي. ايه؟ شغل على كيفك؟ ايوه. ده هو اللي بياكلك عيش. لا ربنا هو اللي بيعمل العيش. يا ابني المعلم عمرو هو اللي بيشغلك، شغلك عيش. في احسن من المعلم عمرو، ايه يعني المعلم عمرو؟ اجيب السلاح من عند الفرن. سلاح ايه؟ ودخل العمده يا ابني العمده قريب، العمده قريب. ايه يعني العمده؟ وايه يعني شغل غامض؟ لا انا عارف انك بتحبني، عارف انك بتحب غباش. انا بحب ندم، انا بحب العمده. ايه يعني العمده؟ ما نحبوش نقتله، حرام عليك. خلاص لان الام وحال خلاص معلش انا عارف. وعوره وحوحه. خلاص. ربنا معاك يا غباشي يا اخويا وينصرك على العمده. هو ليه العمده عايز ياخد البير بتاعنا يابا؟ بص يا محروس يا ابني، على العموم بير العسل ده مش بتاعنا الصراحه، يعني احنا لينا النص والعمده ليه النص. لا ياما، البير ده بتاع ابويا كله. لا يا سالم، الحق انا طول عمري بسمع ان نص البير بتاعنا والنص التاني بتاع العمده. ونعمل ايه ياما؟ ده العمده. وهيعمل ايه العمده؟ ده انا اهلي مش سوالمه، لو عرفوا حاجه هيجيبوا داغوا. لا ياما، عايزينها تخلص على خير. والله دارت الايام يا غباشي وبقت تقعد مع العمده. الله يرحم الحطب اللي كنت بتجيبه بالنوته. الله، مش شريكك يا حضرة العمده بالعسل؟ يبقى من حقه يقعد معاك. بس انت يا شيخ امام، يا شيخ انت كلامك تقيل دايما على قلبي. انا اقول لك يا شيخ امام، العمده دايما بيكبر على اللي منه، ما يعرفش انها ليها نهايه وليها اخره وانها دنيا. بعد ما قعدت معايا يا غباشي وجها لوجه بتتهمني بالكذب. اهي بكره الفلوس هتجري في ايديك جاري، وبقى وريني يا اخويا كونسولته التواضع بتاعه. وماله يا عمده، اهو رزق وجاله. يا شيخ امام ابوس ايدك، انت كلامك تقيل على قلبي. ايه يا رجاله، بقول لكم ايه، موضوع البيت ده خلصان، نص البيت بتاعي ونص البيت بتاع العمده. بص يا غباشي، احنا عايزين نوصل لحل يرضي جميع الاطراف. جو الشغل مهران، وبكده الدنيا هتتحل والرزق هيجي والمصنع هيشتغل والكل هيتراضى. اللهم صل على النبي. وانا بصراحه يا بغباشي مش هلاقي احسن من شو، وبعدين كمان قريبتي. يا ابني المشكله مش فيك، المشكله في ابوك. انا اصورها لك واديها لك. اللهم صل على النبي. الشاب بيخش اي مكان بيجيب طرافها، يعني نقول الف مبروك يا غباشي. الف واحده مبروك، ده الف مليون مبروك.
يلا بقى نبني المصنع ونزود الدخل ونرزق بقى. اللي انتوا ما تعرفوش بقى يا جماعه، واحب اعرفكم ان بعد التجارب والفحوصات اللي عملوها على البير بتاعنا ده، اتضح ان بير ميه العسل ده من انقى مياه في العالم. يا جماله يا جماله، يعني البير بتاعنا العالم كله بيتكلم عليه. والله عمار يا مصر. امال ايه؟ ميته ما فيش منها ابدا. على كده يا باشمهندس كفر بير العسل هيختني. الفلوس هتجري في ايدينا والميه هتبقى ادمان وهتبقى حلوه. طبعا الميه هتبقى ادمان، لان ميه بير العسل دي طلعت من انقى مياه العالم، وهتتباع وهتتعبى ازاز صغيره وكبيره وهتتباع بالدولار. يا هناكم يا سعدكم. عايز ايه يا زوزة؟ مش العمدة طلقك؟ محدش هيجيب لي حقي غيرك انت يا غباشي من العمدة. واحنا مالنا يا زوزة؟ ايه البلاوي اللي جايبنا بالعيلة؟ وانا مالي يا زوزة؟ انا واقع مع العمدة في مشاكل. عندك محاكم الأسرة، روحي اعملي فيها اللي انت عايزاه. بير العسل كله دولارات ولا شغل العوالم يشتغل؟ كان زمان يا زوزة، دلوقتي انت كبرتي. خير يا باشمهندس رسمي، ما الحكايه بقت ناقصه. بكده يا عمده اتحقق الحلم، وهعبي ميه بير العسل في ازايز. ما تفرحش قوي كده يا باشمهندس، ما طلع لنا في الليله غباش وهيكسب ملايين على قفانا. وماله يا عمده؟ اهو رزقه وجاله على قفاه. اسكت انت يا شيخ امام، انا عبرت الارض تترتب في وشي. والله ده رايي وبقوله في بيض العسل. والله يا عمده الكلام ده كله لا يعنيني بشيء. انا عايز استثمر واعمل المصنع واكسب دولارات. الله ينور عليك يا باشمهندس، اهم حاجه الدولارات، خلي الفلاحين تفتح وتسترزق. ولا ايه يا عمده؟ ايوه كده، عليك نور يا شيخ امام، اول مره تقول حاجه صح. ايه رأيك يا اخويا في موضوع بير العسل ده؟ هنعمل ايه؟ الموضوع سهل قوي بس عايز تركيز. انا شايف ان موضوع المية ده حلو قوي وهيشغل عمالة وهنوصل للعالمية. بير العسل كان محتاج المشروع ده. عمار يا مصر. منور يا شيخ امام، اول مرة نشوفك يعني بدل العمدة في كافيه الصحافي. الحمد لله يا باشا، من حقك يا عم. الله الله عليك يا سيدي، هتبقى من الاغنياء. خدني على جدعك يا غباشي، انا عايز اشتغل في المصنع 2 سنه، انا عايز ابقى مدير المصنع. غباشي نعم. ابسط يا غباشي. عطشان تعال اشرب، خد مني كوبايه. خلاص يا غباشي انت هتبقى من المليونيرات، الناس جايه تمضي معاك العقد. ماشي يا رب يا مسهل، سهل التسهيل يا رب. ما تنساش يا غباشي بقى المراوح والسجاد للمسجد عشان ربنا يبارك لك يا شيخ. يا ولادي يبقى في تكييفات وجبات عشان ناكل وحتى عينينا للمسجد. تعرفوا ربنا كرمنا ليه؟ عشان الارض دي من نصيبي وليا نصيب فيها. عينيا للمسجد. عندك حق يا عم غباشي، عندك حق والله. باذن الله بير العسل اللي في كفر بير العسل ده واخد شهرة عالمية بإذن الله. طبعا. وأنا هكلم المحامي يحضر العقود وجهازه للملايين. أيوه بقى، أيوه. يا مبروك، مالك في ايه؟ ما تخف شويه، الله يرحم الزريبه اللي انت كنت بتشتغل فيها وتشيل على دماغك. مالك يا اخي؟ ما تخف على الناس شويه. انت كده دايما يا مبروك، وقفتك مع العمده بتجيب لك مشاكل. عندك حق والله يا غباشي، اهو زمن المصالح بتتصالح وهو اختاني من ورا العمده. انا دايما قلت له كده، كل واحد يخليه في حاله، انا عارف شغلي كويس. في حاله؟ في حاله يعني ايه يا مبروك؟ انت اللي تخليك في حالك عشان اهل بير العسل يحبوك، وبلاش المشاكسه اللي انت فيها دي. عندك حق يا شايب، خليك في حالك يا اخي. يا مبروك يا مبروك، كده هتولع النار في وشك، كده هتقف ضد الناس وهتعادي الناس كلها وترجع تاني للزريبه وتقول يا ريتني. جرالي يا زوزة، ايه اللي جايبك؟ مش العمدة طلقك وخلصنا منك. لا يا محاسن، انا جايه ازوركوا واشوف الميغه اللي انتوا فيها. لا يا حبيبتي، الميغه دي ليا انا وعيالي، وانا مراته القديمه وعلى ذمته، والقديمه تحلى لو كانت واحده. لا يا محاسن، انا غلبانه، ادوني اي حاجه. على الله يا حبيبتي، ارجعي للشغله اللي انت كنت فيها، ولا انت كبرت دلوقتي؟ والله زمان يا شاي. ازيك يا ناصر؟ عاملين ايه يا رجال؟ الحمد لله يا جناب العمده، الحمد لله، منور الدنيا كلها والله. الله يخليك يا شاي. والله النور نورك يا عمده. ربنا يخليك يا حاج ناصر. بص يا عمده،
انا لازم نقوم بالحب جامد. عايز تكسر نكسر، عايز تهد نهد. انا معايا رجاله تاكل الزلط يا عمده. لا لا يا شايب يا ابني، مش وقته خالص. ده الجاري على الشر ندمان، وغباشة برضه مع انه قرابة بطاقة، بس برضه اللي منك يا شايب يا ابني. صح كده يا عمده، الله ينور عليك. ايه يا شايف في ايه؟ احنا عايزين ناكل بالحلال. كفايه ان احنا عندنا مصنع ميه هيعمل لنا ادخار كبير قوي. ايه يا نانا في انت كمان؟ والله ان عم يا عمده، انا عايز فلوس عشان ان عمي عامل نوران. انا سمعت ان انت بتكرهني يا نانا. والله عمري ما اقدر ان اخوه صاحبي، والله حسن حسين عامل محيين وعامل مشروع. يا جماعه الموضوع بقى كبير قوي، بقت فيه مشكله كبيره، انا مش عارف اعمل ايه. المستثمرين جايين والمشكله دلوقتي بين العمده وغباشي. ما انتوا الغلطانين يا رجاله، سايبين الموضوع يكبر. صالحوا العمده على غباشي عشان مصلحتنا كلنا. طالما في رزق يبقى العمده لازم يصطار على غباشي عشان الناس تاكل عيش، وانا اخش في الصلح ده وراضيهم. الله ينور عليك يا عم احمد، حلو قوي الكلام اللي انت قلته ده، يا رب ننفذه. الله ينور عليكم يا جماعه، هو ده الكلام. وخصوصا بقى ان في اجانب جايه ولازم نرحب بيهم ونكسب ودهم، علشان كده نعمل الشغل مع بعض. الله ينور عليك يا استاذ باسم، هو ده الكلام. وعلى راي المثل الصلح خير. ايه اللي جابك يا ست زوزة؟ احنا مش خلصنا موالك ده من زمان؟ الحنين والشوق اللي جابني ليك يا عمده بموت فيه. ما تتلمي يا وليه ويلا اخرجي بره. انت شايفه ايه؟ كيف جوافه؟ خلاص بقى يا زوزة اعملي معروف، انا مش عايز مشاكل، وموضوع ده احنا خلصناه من زمان. هسيبك براحتك يا عمدتي، انت عارف مكاني. باي باي يا محمد. روح اله العربيه تتقلب بيك يا بعيده وتقع حتت. يا ولية حرام عليكي، سيبيها ما مشيت في حالها بقى. حرمت عليك عيشتك، ما انت راجل بصباص وبتاع رقاصين. ما هو منك يا ست هان، وانا لو لاقيكي واجبه مظبوطه وتمام هلوف على غيرك ليه؟ هي في قطه بتهرب من بيت عرس؟ يا عم روح بص لنفسك في المرايه، وانا ناقصه ايه يا اخويا، عيب ولا رجلي؟ بص لنفسك. يا عم مبروك، بطل العصبيه اللي فيك دي وعامل الناس كويس. لازم مهران، اني غفير العمده الخصوصي والكل لازم يسمع الكلام. لازم مبروك، وظيفه رجال الشرطه المحافظه على امن المواطن يعيش في امن وسلام. سيبونا بقى من الكلام ده، انا دماغي وجعتني. شوف يا سي مهران، زوزه جات لابوه، حل بقى يا اخويا. ياما ما انت السبب، ابويا محتاج حد يعامله معامله حلوه، وبعدين انا مش هقدر اتكلم معاه، انت امي. يا ست محاسن اديني المعامله، اهتم بالعمده شويه. انا قلت لا يا صابرين، يعني لا. وانا قلت حاجه يا غباشي، بس سليمه برضو اهلي وناس. اسمعي يا صابرين، انا مش عاوز مشاكل. وماله يا غباشي، هي العزوه وحشه، هيقفوا في ظهرك ويجيبوا لك حقك يا اخويا. وباش يعرف يجيب حقه، جرى ايه؟ براحتك يا سبعي، انا قلت اقف جنبك جنب جوزي، ما هو قريبك. ما تقلقش يا مهران، مش صرف عليه. شو ان شاء الله هتتجوزها، اعتبرها بتاعتك، وعلى يد انا ان شاء الله هتتجوزها. انا هتتجوزها لانك انت راجل طيب وابن حلال. مش معنى ان ابويا العمده يا عم الشايب ان اقف معاه، انا تملي بقف في الحق. طول عمرك يا مهران بتحب الحق وزين الشباب بين العسل، وعشان كده ربنا يا ابني هيكرمك وهيصلح حالك. هو ده اللي عايزينه من الشباب، الحق، العمل، الشغل، علشان كلنا نبقى كده ناس ناجحين ونعمل حاجه. يا جماعه انا عندي حل، هستعجل جوازي بشوق. ايه يا بنت الشوق؟ ايه يا حبيبه ابوك؟ مالك يا بنت؟ يابا خلي بالك من نفسك، ده العمده غدار. ما تخافيش يا بنت على ابوك، ابوك ناور. والنبي يابا ليه عندك طلب، ما تدخلش مهران في الموضوع. حاضر يا بنت. ابوك ناور، انا فاهم الموضوع. وبعدين معاك يابا، انا بتكسف. بنت يا شوق، انا فاهم الموضوع كويس. هتتجوزي مهران غصب عن العمده. انا وراك يا حضرة العمدة وفي ظهرك وحش كافي. برافو عليك يا واد يا مبروك، ما انت من رجالتي. طبعا انا مش عارف يا حضرة العمدة انت ليه بتكره غباشي؟ يا راجل ده قريبك. المصالح بتتصالح يا استاذ،
يا مدير مدرستنا وكل بيحب الفلوس، ويا واخد قوتي يا ناوي على موتي. كلامك حكم يا حضرة العمدة. شكرا يا واد يا مبروك، والله تمر فيك العين. مبروك في خدمتك على طول يا عمدة. يا حضرة العمدة احنا عايزين حركة، عايزين استثمار، عايزين كده نرتقي بالبلد، نعمل حاجة، عايزين شغل دائم على طول. عفارم عليك يا حضرة الناظر. يابا هما كلمتين عايز اقولهم لك. انا بحب شوق عايز اتجوزها، وسيبك بقى يابا من الفلوس دي. حاضر يا مهران، اشبع بيها، وفي الاول والاخر يا ابني بنتنا. الف مبروك يا مهران، صبرت الموت يا عريس. سوق حبيبتك اهو. الف مبروك يا شوق يا حبيبتي يا تربيه ايدي. الف مبروك يا عروسه، الف مبروك يا مهران. والله العظيم انتوا وشكوا حلو على البلد كله. احنا مضينا العقد بتاع الميه على وشكوا جميل، ربنا يبارك لكم يا رب ويفرحنا فيكم. مشكله بير العسل اتحلت اهي. والله وصبرت ونلت والقمر كبرت على ايدي، تربيه ايدي حبيبه قلبي. الف مبروك يا قمر. ولا وجيتي مراتي يا شو؟ طبعا، بس ربنا يبعد عننا ابوك العمده. لا ده ابوكي وكمان بقى حماكي. ايه يا خوباش، هو احنا هنقعد كده ولا ايه؟ يلا هنعيط. طبعا ايه صح؟ عندنا عروسه. ايه صح؟ كسكسي وبلوضه. لقيت بلوضه ولا حاجه؟ يا اخويا ده بيضه بكل الالوان. يلا بقى يلا بقى، البنت اتجوزت. يلا قلب بحكاية كل يوم معانا هتشوف حكاية.